أحداث متسارعة في المنطقة، وخاصة يعني ما تشهده الزيارات المكوكية لقادة دول حلف الناتو. شهدنا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى سوريا. هذه الأمور كلها تحصل في آن واحد، هو كيف يكون هذا النظام العالمي الجديد، وكيف تكون هي ترتيباته، وخاصة في القمة التي شهدت في تركيا، قمة حلف شمال الأطلسي. طبعا مسألة ملف الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق أو الحكومة الانتقالية، طبعا كان لفرنسا دور مهم جدا. يعني نحن نعلم الفرنسيين لديهم سياسة واقعية تجاه حلفائهم، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية. زيارة الجنرال مظلوم عبدي والسيدة إلهام أحمد عندما زاروا فرنسا، كانت هناك ضمانات بأن يكون هناك خصوصية لقوات سوريا الديمقراطية والمناطق الكردية ذات الطابع الكردي. أيضا آخر زيارة كما تحدثتم أيضا في بداية حديثكم أنه يعني القطيعة بين باريس وبين دمشق هي كانت بين مد وجزر في السنوات الماضية. اليوم نرى أنه انفتاحا جديدا للملف السوري، وخاصة فرنسا هي بوابة أوروبا أيضا. هي يعني فرنسا وخاصة ماكرون يعني هو الذي كان له دور فاعل يعني في الأزمة السورية، يعني والتواصل بين قسد والحكومة الانتقالية. فأعتقد لديه دور كبير في سوريا. هناك اتفاقيات اقتصادية، هناك أيضا شرح سياسي مفصل. ما جرى في بين أروقة حلف الناتو أيضا هناك إيجابية بهذا الشأن. وأنا باعتقادي أنه هذه الزيارة أيضا ليست فقط قوات سوريا الديمقراطية، إنما عندما تحدث عن التشاركية والديمقراطية ودولة القانون وأن تكون سوريا حرة، يعني هذه الأمور لها دلالاتها في السياسة والاستراتيجية. نعم. يعني الواقعية في السياسة الفرنسية، وبغض النظر أنه حتى الدول ليست منظمات خيرية بل لديها مصالح جيوسياسية واقتصادية. فرنسا عازمة أن تكون لها حصة في سوريا. فرنسا أيضا كانت تمسك بزمام الملف اللبناني منذ عقود، تريد أن تكون لها أيضا موطئ قدم في سوريا والذي يكون لها استثمارات، وأيضا أن ترد الجميل لقوات سوريا الديمقراطية التي حاربت الإرهاب نيابة عن العالم ونيابة عن السوريين جميعا.